عباشركم مباركة. نحضر معكم الفقاس الملكي، غينجح معكم من أول تجربة، كيجي هش وكيدوب في الفم. في المقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 150 غرام السكر سنيده، قبيصه الملح، ملعقه كبيره من الماء الزار، ونمزج الكل جيدا حتى كيذوب لي السكر سنيده. نضيف 50 غرام زيت نباتيه، 70 غرام من الزبده دائبه تكون نوعيه جيده، و50 غرام من الحليب. نجمع الكل وكنضيف 700 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده ومغربل. نضيفو على 2 دفعات مع 8 غرام من خميره الحلويات. كنجمع العجين، كنحصر العجين اللي كيكون رطب. غادي نقسمو على 3 ديال الحصص، ما ندلكوهش، يكونوا متساويين. هنا عندي كميه ديال الكركاع كتبقى على حسب الرغبه، اهم شيء تذوقوها باش ما تكونش مره. نطلق العجين بواسطه الدلك ونساعد باليدين ديالي باش كنحصل على شكل مستطيل. كندهن وسط العجين بيض بيضه مطرب جيدا وندهنو جيدا باش كيتثبتنا الحصص ديال الكركاع. هنا كميه ديال الكركاع ممكن تستعملوا النصف ديالها. كنثبتو بهذا الشكل هذا، ونعاود نثبتو باليدين ديالي باش ما يتحركش من المكان ديالو، ونلف في الفيديو موضح. نعطيه شكل بودان يكون متساوي. غادي نطرب صفر بيضه مع نصف ملعقه من قهوه سريعه الذوبان. ندهن الوجه ديال الفقاس والجوانب، ونوضع خطوط بواسطه فرشاه على الوجه ديال الفقاس والجوانب. كنوضع ثقوب باش ما كيطرطقليش في الفرن. غنطيبو على 180 درجه حتى كيطيب جيدا بهذا الشكل. نغطيه ونخليه حتى يبرد. خليته 8 ديال الساعات، كيتقطع بكل سهوله وما كيتفرتش. فاش نبغيو نحمروا الفقاس المره الثانيه على 160 درجه